السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم باذن الله حبوباتي حنحضر معكم الرفيس الجلفاوي بطريقه بزاف سهله ومبسطه باذن الله. وقبل ما نبدا معكم حبوباتي، الا كنتوا جدد وشاهدتوا قناتي ما تنساوش ديروا جيم الاشتراك وتفعيل الجرس وهكا باش تولوا معايا المطبخ ام نهال وليدات. ندوزو مباشره طريقه تحضير الفطير ولا المثقبه. عندي هنا 3 كيلات تاع سميد متوسط، من الاحسن يكون متوسط، ولا ما عندكمش متوسط ديروا رطيبه تكون اللي ما تكونش فينه بزاف، يعني ما تكونش رقيقه بزاف، تكون شويه فوق الرقيقه. درت كميه تاع الملح، خلطها الملح حسب الحاجه. راح نضيف كيله ناقصه اسبوع، نصها زبده ونصها زيت. ما تكونش سخونه، هاد الكيله تاع الليده ما تكونش سخونه. راح نبسس هذاك السميد اللي عندي، قلت لكم من الاحسن يكون سميد متوسط هكا باش الرفيس تاعكم يجي يعني بنين، ما يجيش معجن. بسستو مليح هذاك الاخر السميد اللي عندي. انا شوفوا حبيت نوريكم فقط ملاحظه، هذا السميد اللي عندي يتشرب مليح. السميد اللي ما يتشربش راح تكفيكم هذه الكيله. بالنسبه للسميد اللي عندي يتشرب، راح ضفت له حوالي اقل من ربع كاس تاع زيت، وزدت بسستو مليح. دوك نوريكم قوام تحصلوا عليه، يعني كيفاش تعرفوا بلي نبسس لكم مليح تبسسي تحبسوا فيه. شوفوا هنا كورته في بابي نيتيه وقعد حاكم روحو شويه. مع الاول شتو ما حكمش روحو، هنا مع الزواج كي زدت ديك شويه تاع الزيت قعد حاكم روحو. هنا هذا هو القوام تحبسوا فيه، يعني تبسس تحبسوا فيه. عندي كيلة كاملة تاع الماء، ماء بارد عادي من الحنفيه. راح نضيف بالتدريج، يعني نضيف بشويه داك الماء، ما نضيفوش دفعه واحده، نضيف بشويه ونلايمو بهذه الطريقه، مانيش نعجن فيه، راني نلايم فيه. شوفوا كيفاش راني نضيف بشويه ونلايم ما بين صبعتي كيما راكم تشوفوا. هنا مانيش نعجن فيه، لو كان تعجنوه راح يجيكم شغل مبلط، يعني يجي ما يجيش الشباب المثقبه تاعكم او الفطير تاعكم ما يجيش شباب. هنا كملت كميه كامله تاع الكيله تاع الماء هذاك، وكما راكم تشوفوا غير لايم برك وتلايمت معايا. راح نقسم هذاك العجينه اللي عندي، راح نقسمها على 4 خبزات. انا قسمت لي درت لي 4 خبزات، وما استعملتش 4 خبزات الحقيقه. الخبزه الرابعه شربنا بها الحليب. درت، شوفوا هنا قسمتها على 4 خبزات متوسطين، يعني ما همش صغار، كورتهم بنيديه، نديرهم كامل متساويين وراح نلايمهم بنيديه. وراح نوري فقط ملاحظه للبنات دوك نوريها لكم. هنا جبت هنا عندي صينيه مدوره، هذه لكم تشوفوا فيها هنايا. سينو استعملوا، نهضر مع المبتدئات، سينو استعملوا ورق الطهي، راح يساعدكم باش ترفدوا الخبزه تاعكم. حتى ومشي مبتدئه تقدر اللي تكون موافقه تخدم تقدر تستعمل هذه الطريقه، راح تساعدها بالبزاف. انا هذه الخبزه الاولى حنطيبها، انا موافقه نطيب الخبزه هكا. وبالنسبه للمبتدئات قلت لكم يا ورقه طهي يا صينيه هكا، ولكن ما طيبوش خبزه قباله. بعد ما تحلوها، شوفوا انا جبت هنا لاكوبات اللي عندي ولا سكين، تقسموها بهذه الطريقه، يعني طريقه بزاف سهله تساعدكم انكم تقلبوا الحبات اللي عندكم. سواء تقسموها بهذه الطريقه تحلوها مدوره وتقسموها على 4، سواء تحلوها يعني كاري عادي وتقسموها كيما مثقبه كاري تقسموها، يعني لكم اختيار تطبقوها مدوره وطيبوها لتساعدكم. مبتدئات قلت لكم ما ننصحكمش طيبوا خبزه لانه جايه مبسه، جايه بزاف مبسه. وشوفوا كيفاش تحطوها قباله فوق طاوه هذيك ولا طاجين، تردوا صينيه قباله ولا ورقه طهي قباله وتقلبوه فوقها مباشره وتثقبوها. يعني طريقه بزاف سهله، مبتدئات وراح تساعدهم. انا خبزه الاولى شوفوا راني نحيتها وطيبت الحبات الباقيين، وجبت يد المهرز اللي عندي هنا. شوفوا تقدروا تلحوه شويه في الروبو، راح يسهل عليكم. سينو تقدروا ديروا بيد المهرز كيما اللي عندي انا حبيت نوريكم فقط بالنسبه لي ما عندوش الروبو، تهرسوه باليد المهرز. شوفوا نوريكم كيفاش جا مبسس ما شاء الله. يعني الا ما حبيتوش تستعملوا فرفيس تقدروا ديروه مثقبه وتشووا بها قهوه، تجيب بزاف مبسه وطريه. وكما راكم تشوفوا هنا هرستها مليح بيد المهرز. قلت لكم الطريقه السهله هي الروبو. كما تقدروا تستعملوا مباشره وهي سخونه هذيك الخبزه تاع
الفطير ولا البراج هذو وهي سخونه مباشره تحطوها فوق الغرس تاعكم، راح تساعدكم. انا فضلت هذه الطريقه لانه حنصيروا ماشي حنخليها هكاك محبب، وانتم حرين كيفاش تحضروه. شوفوا انا كيفاش قلبت الحبات. هذه الطريقه قلتلكم تساعد بزاف المبتدئات. بعد ما زدت طابلي زدت حطيته فوق هذيك القصعه ونزيد نفتو ولا ندقوا بهذا كيد المهرز. شوفوا هاني ونزيد نوريكم كيفاش جا طري ما شاء الله. هنا راهو سخون، يلزم يكون سخون وانتم ترحيوه ولا تهرسوه بيد المهرز، ما يلزمش تخلوه حتى يبرد. قلت لكم تقدروا مباشره تحطوه وهو سخون فوق الغرس تاعكم. انا فضلت هذه الطريقه، راح نوريكم علاش. هنايا بعد ما دقدقته كامل او هرسته كامل بهذاك يد المهرز، حطيت كميه هذه عاود حطيتها في الليان، حطيتها بجيه وجبت السيار. شوفوا احنا نوريكم هنا السيار لازم تخيلوا يكون الثقب تاعو يكون خشين، يعني كما نقولوا الخراج تاع البركوكس، يلزم يكون الثقب تاعو يكون خشين اللي يجي مفتوح كامل، وتروحوا تصيروا فيه ولا تخرجوا فيه هذاك الفطير تاعكم ولا المثقبه تاعكم. هي من الاحسن تحضروا هذه المثقبه وتروحوا تصيروه. وهذا اللي يجي خشين شويه راح نزيد نحيه شويه ولا نزيد نواسي بيد المهرز، ندقو بيد المهرز. شوفوا كيفاش خرج النتيجه تاعو بزاف هايله، يعني ما يجيش يقهم، يجي بزاف بنين، ما يجيش محبب في فمكم. وراح نفوروا التفويره، يعني التفويره الاولى شوفوا غير تشوفوا التفويره خرجت من يعني هذاك الفوار طلع منه التفويره الاولى تنزعوه، ما تخلوهش يفور مليح. علاش؟ باش ما يتعجن لكمش. انا نحب نمد لكم كامل النصائح هكا باش تنجحوا فيه ويجيكم بنين. قلت لكم التفويره الاولى غير تشوفوا الفوار خرج تنزعوه من الفرن. هنا عندي حوالي 600 غرام تاع غرس وتمر جاي معسل وطري بزاف. ما ديروش التمر اللي يكون ناشف، لا خيروا التمر اللي يكون معسل. وعندي كميه تاع الغرس انا كانت عندي كميه تاع الغرس هذه وكاين شويه ناشفه، ضفت لها هذا كميه تاع التمر اللي يجي معسل ويجي طري. ضفت له كميه قليله تاع القرفه، تحبوا القرنفل هي من احسن القرفه. هنا وهو سخون كما راكم تشوفوا نقصت الكميه، ما حبيتش ندير كميه كامله باش نشوف اسكو يكفيني ولا لا مع هذا الغرس. وهو شويه سخون راح نفرغه مباشره فوق هذاك التمر ولا الغرس اللي عندي. هنا راهو شويه سخون ولكن معليش، حاجه بينا لازم نتعبوا فيها. هو سخون تروحوا تعجنوه بين يديكم مع هذاك الغرس، لازم نعجنوه مليح بين يديا. شوفوا هنا حرقني، نعجنوه بيان تحت يدينا حتى تشوفوا هذاك المثقبه تاعكم ولا الفطير دخل مع داك الغرس. راح نجيبوا نصف كميه تاع نصف كيلو تاع ليدام تاع سمن. من الاحسن كان عندكم الدهن الحر، اصحاب الجلفه او الفيس الجلفاوي يديروا الدهن الحر. انا كانت عندي غير زبده فقط، ذوبتها وشاي شويه يعني شويه سخونه ماهيش بارده. وشوفوا الكميه الباقيه اللي قلت لكم شاطت لي زدت رحيتها شويه وزدت سيرتها لانه صدتها مخصوصه شويه، ونروح نعجنها بين يديا. وراح نكمل كامل كميه تاع الليدام اللي عندي. قلت لكم درت نص كيلو تاع الليدام. شوفوا هنا كيفاش ما شاء الله راهو معسل وراهو ماهوش ناشف، جاب بزاف هايل ومبسس. هنا حبيت نوريكم فقط البنات تحبوا تحضروا مع داك الليدام ديروا له كميه تاع العكري باش اللون يعني يجيكم احمر كيما تاع كيما اللي يديروه جلفه، يديروا عكري حلو وعكري حار. انا ما فضلتش نضيف له العكري لانه ما نحبوش في حاجه حلوه، فضلت نخليه هذا اللون تاعو. اللي حب يكون احمر يضيف له العكري في الليدام. وهذا هو الفيس الجلفاوي تاعنا. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، طريقه سهله وجا بزاف بنين. ترافقوه مع البينه تاعكم وراح يجي ولا اروع، يعني طوب. يتحضر في هذا الموسم تاع الربيع، حضروه وفرحوا به وليداتكم. شوفوا هنا شعلت هذو الشمعات، تقدروا تحضروا هذا الرفيس حتى في المولد النبوي الشريف. قلت لكم شعلت هذو الشمعات تاع وحده بنتي نهال ووحده بنتي ريتاج، ان شاء الله ديما كما يقول لك شمعتهم ضاويه وشمعتكم نتوما ايضا. وإلا عجبكم طريقتي في تحضير
رفيس الجلفاوي. ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتفعيل الجرس والاشتراك باش توصلكم كامل الوصفات باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.